لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. عن شعيب وسوارو. شعيب تراك انقفضت فأهدى، أحلق اليوم وارجع لك، انتظروني. نبدأ في موضوع شعيب، نرفع البريك. شعيب ايش قصتك؟ تدور الشهرة وتدس السم في العسل وما عندك مشكلة. زمان لما كان ما حد يدري عنك ولا حد جايب طاريك وكنت تحاول زي انا كده تناقز في السوشيال ميديا، تبغى تجيب متابعين وتبغى تنشهر زي حالاتي انا الان، كنت تكتب تغريدات مع ايران ضد السعودية، ولما انشهرت وطلعوا لك لما انشهرت قفطوك وطلعوا لك التغريدات، وكأي اعلامي خلاص انشهر وصار له رقم واسم خرجها، قال الحساب كان متهكر مدري الموضوع كان فيه مونتاج، منتجوا علي هذه المقاطع، وانا من الناس اللي قلت يا جماعة الخير عدوله، يستاهل شعيب، برنامجه حلو. اما تروح تبدأ تستضيف بس الحبكشات اللي اصلا ما يمثلوا البنت السعودية، اصلا ما تمثل البنت السعودية، تسم في العسل وتقول لهم يلا شوفوا هذه البنت السعودية تعيش تسكن في دبي لوحدها ولديها عشيق. بناتنا اشرف من كذا. جايب لي واحدة تقول لك مشهورة اللي ما انت عارف هي مذيعة ولا فيشنستا ولا عندها سلس بول، ما انت عارف ليش جايبها، ليه جايبها؟ هلا 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 حبوكشة. ترضى اجيب امك ولا اختك واحطها كده تحتي واطلع فوق في محاكمة اقول لها عندك عشيق؟ اقول لك اخويا شعيب، حتى لو انت كنت تتكلم بحسن نية، بناتنا مو زي العينات اللي انت استضفتهم، واحدة تقول بستها تغتصب في الشارع، والثانية عشت في تغتصب، وواحدة تانية عايشة في LA، دول لوس أنجلوس لازم LA. شفتوا ايش الهرجة اللي هرجتها؟ تقول لك بالله اسمع، بموقف عديتي عليه مرة في LA، بابا يسوي لي كل حاجة، ودخلت لقيت الكهرباء مفصولة، قعدت اضغط طلعت الكهرباء مفصولة، قال لي ايش سويت؟ قعدت ابكي يا والله قعدت في الارض ابكي. يا كيوتي يا كيوت، انت مرة كيوت، انت سوفت، انت تنباسي بيضاء. تسوي عايشة في دبي لوحدك زي اي حبوكشة يعني من الحبوكشات اللي تعرفوهم. والله ابحث عن ماي اون بزنس، حتى انا والله اروح دبي ادور اون بزنس. مشكلة اروح دبي اقعد 5 ايام انجلد اصرف 10,000 ريال، وهم يقعدوا سنين يدوروا على الاون بزنس. ضبطوني معاكم في الاون بزنس. جلست في حياتك والله في LA صممت رسمة حيحطوها في الشوارع. شوف الكذبة اللي ما تنخرش، يعني تروح LA تدور في كل الرسومات دي، هيا شيل. شفت شارع التحلية في شعار انا رسمته حيحطوه في شارع التحلية، هيا دور، هيا اصحى من الصباح دور. يا شعيب قدم برنامج، سوي تحشر، مع اني عارف انه في وراك 17,000 معد قاعد يبحث لك على زلات الناس، ولكن لا تجيب بناتنا لا تجيب بناتنا وتقول عشيقك. انا اجيب لك بنات اذا تبغى، انا اجيب لك ضيوف قسما بالله تحشرك، والله تتكلم بالله اجيب لك بنات سعوديات، تبغى حضر تبغى بدو اجيب لك هي تلعب فيك يمين يسار على الستيج حقك من اي مدينه. شرط يا شعيب، يا عندنا بنات رجال اول 5 دقائق تضحك الناس عليك، في اول 5 دقائق تبغى قول تم. انا ابو ذل الشهرة يا شيخ، جايب اختين حاططهم تحت، حطي السماعة، حطت اختك عندها عشيق قولي لي يلا انت ارفع السماعة، اختك قالت انه انت عندك عشيق، ايش رايك؟ هذولاك راضين؟ لا ما قلت عشان تبغي مشاهدات، اقول لك ايش، انا رسمت رسمة في LA حيحطوها في الشارع، حتى انا حفرت اسمي حفر في هوليوود حفرت وحفر. انا لو منك وكان اصفق لك، لو قال لك عندي عشيق قولي له امك اللي عندها عشيق. هذا المفروض الرد اللي يجي من بنت تتكلم وتقول انا اعلاميه سعوديه تكون كفو الكلمه هذه، كفو العلم الاخضر، مو عندك عشيق لا. اعلام الفلوس، والله اعلام الفلوس والمتابعين، عندك متابعين ابوس رجلك يا واد، مو اصير صاحبك امسح لك السياره كل يوم بس اديني متابعينك. الله حتى تجيك واحده من الفيشنسطات اللي دوبهم طالعه عندك مليون متابع، يا واد مو تصير صاحبتك، تصير مره تحبك، ما تحبك اكثر من امها. بس ظبطني دخلني التلفزيون جيب لي متابعين، الله يخليك ابغى اقول انا الاعلاميه فيشنسطه.
وانا ومن هذا المنطلق ابغى اتحدى شعيب. انا يا شعيب اتحداك قدام الناس كلهم. انا ابغى استضيفك، اسوي لك اللقاء وانا متكفل بتذكرتك من الكويت، والله من جيبي الخاص اقسم بالله، واقامتك في فندق 5 نجوم انت تختاره في السعوديه، وتحدد مكان الاستوديو، واتحداك اذا انت قبلت، وانا اشك انك تقبل التحدي، اني ما اغلط عليك بقد كذا، لكن احشرك من اول دقيقه. فيا جماعه اللي يعرف الاعلامي شعيب يقول له علاء عنبري يتحداك انه تكون انت الضيف وهو المضيف على حسابه وعلى نفقته الشخصيه، وابغاك تحدد المحاور وتعمل اعداد معايا وتختار الموضوع اللي انت تبغاه ونشوف، بس انت اقبل التحدي. فوصلوا له رجاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.